للإسلام والمسلمين، فأرجو من المسلمين أن يصحوا لهذه الرسالة وأن يقرؤوها بصورة جيدة. ثانيا، على جميع الدول الإسلامية والعربية غلق السفارات الأمريكية ولو مؤقتا في دولها، فضلا عن إغلاق السفارات الإسرائيلية غلقا تاما وليس مؤقتا. ثلاثة، نبذ الخلافات الإسلامية والعربية، ولا سيما الخلاف بين المملكة العربية السعودية وما بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فهذا التوحد ونبذ الخلاف سينفعنا لتوحيد وتكسير القوة أمام العدو المشترك وهو إسرائيل. النقطة الأخرى، ادعى الرئيس الأمريكي ترامب في خطابه أن إسرائيل هي أكبر الدول الديمقراطية في العالم. كلا، وإذا كانت هي أكبر الدول الديمقراطية في العالم، والديمقراطية هي حكم الأغلبية إنجاز التعبير أو الرجوع إلى الأغلبية، فالمسلمون هم الأغلبية في العالم، فيجب رجوع القدس إليهم لا للأقلية وهم اليهود، فليلتفت إلى ذلك. النقطة الأخرى التي أشار إليها في خطابه بالأمس أنه يريد نشر السلام. يريد نشر السلام، فأي سلام ترتجي من إعلانك العداء للإسلام والمسلمين بهذه الصورة القبيحة والوقحة؟ ونحن بدورنا نقول لا سلام مع دول الشر والاستكبار والاستعمار. نقطة أخرى، يجب على الفلسطينيين عدم الرضوخ لهذا القرار بأي صورة من الصور، ويجب عليهم تفعيل الثورة من جديد، فلا زالت دماء ثورة الحجارة وثورة السكين تتكلم. ومن ضمن النقاط الأخرى، ندعو المنظمة الدول الإسلامية وجامعة الدول العربية إلى تفعيل دورها وعدم الاكتفاء بالشجب والاستنكار كالمعتاد كما عودتنا سابقا، بل إلى مواقف جهادية تحد من الانتشار الإسرائيلي والأمريكي في المنطقة. النقطة الأخرى المختصة بالمملكة العربية السعودية، إنهاء الحرب، عليها إنهاء الحرب في اليمن وفي البحرين وفي سوريا فورا، وتوجيه التحالف الإسلامي الذي تقوده نحو القدس لتحريرها، وإلا فهو الذل والعار لنا ولها إذا لم تقم بذلك. كفانا أن نتحارب فيما بيننا والعدو يشاهدنا. كذلك دعوة إلى الشباب العربي إلى أن يعوا خطورة الموضوع، وأن تتجدد فيهم الروح الإسلامية الجهادية من أجل تحرير القدس قبل فوات الأوان. ثم أن الربيع العربي كان ولا زال ثورة شعبية عفوية لا دخل لإسرائيل بها، لكن من اليوم فصاعدا يجب أن يكون الربيع العربي ربيعا موحد ضد إسرائيل والخونة من الحكام ومن عشاق السلطة. النقطة الأخرى، على الحكومة العراقية غلق السفارة الأمريكية، وعلى أقل التقادير استدعاء السفير الأمريكي وتقديم مذكرة
احتجاج على ذلك. هذا أقل الإيمان حبيبي. كذلك أدعو لاجتماع طارئ لجميع الفصائل العراقية المجاهدة في أي مكان يرغبون به لتدارس موضوع القدس وإعلانها عاصمة لإسرائيل. كذلك أدعو لاجتماع طارئ لجميع الفصائل العربية والإسلامية في أي مكان ممكن وفي أسرع وقت ممكن. كذلك أدعو إلى مظاهرة موحدة ليس في العراق فحسب، بل في زمان ومكان، في زمان محدد في جميع الدول العربية والإسلامية، وهذه خطوة أولية وليست هي النهاية. وأخيرا أريد أذكر إسرائيل، أخاف ناسي، نقدر نوصل لحدودها عن طريق سوريا، فلتحذر يكون أفضل لها. تفضل. عليكم السلام. نعم تفضل. إن شاء الله. اكو تجاوب لهذا الاجتماع، نعم، ونحن بطور تفعيل هذا الاجتماع ان شاء الله عما قريب. اهلا وسهلا. آسف ما أقدر أعطيك قرار الآن وحدي، خل أشوف باقي الفصائل إذا كانوا جادين في الهجوم على إسرائيل أنا وياهم أول جندي ولست أول قائد. نعم. شكرا لك.